ناس كتير جدا بعتت لنا علشان النوم يا جماعة مصيبة، كارثة والله. هو نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، وبنرتاح جدا وموتة صغرى، وبنحب النوم وبنعشق النوم. واحنا كبني ادمين مفطورين على النوم ده حاجة فطرية فينا كلنا، بنحب النوم، بنرتاح، واخد بالك، بننسى العالم، بننفصل عن الواقع. فالنوم حاجة لذيذة، ولكن كتر النوم بيخليك طول النهار انت كئيب زعلان، انا يومي ضاع، واخد بالك. النوم لما يتظبط الحياة كلها بتتظبط. طيب، قولا واحدا وحل قطعي، ازاي تضبط نومك؟ ازاي تلتزم وتنام عدد ساعات معين وتنام بالليل؟ ده مهم جدا جدا جدا. وجعلنا الليل لباسا، خد بالك، وجعلنا النهار معاشا. النهار هو اللي فيه العيشه، وهو اللي فيه المعيشه، هو اللي فيه الفرق، هو اللي فيه المذاكره، هو اللي فيه الحركه، هو اللي فيه الدروس، واخد بالك. فاحسن بكتير جدا. طيب، ببساطه عشان ما اطولش عليك، ازاي تظبط نومك؟ اعمل ايه؟ عارف انت لو اعمل الصح، ايه الصح؟ اعمل ايه؟ بص يا قلبي، علشان تظبط نومك، لو انت مثلا نومك بايظ خالص، بتنام الفجر تصحى الظهر او تصحى بعد الظهر بشويه او العصر او whatever يعني، علشان تنام بالليل لازم تنام بعد العشاء. يعني مثلا انت هتصلي العشاء، ممكن تقعد تذاكر حبه وبعدين تنام. تمام. طيب، تنام ده اللي هو الساعه 8 ونص، 9، 10 ماكسيموم، عشان تقدر تصحى 5 خلاص على الفجر. طيب، عشان تنام 10 مستحيل تبقى صاحي الظهر وتنام 10، مستحيل تبقى صاحي العصر وتنام 10. مش هينفع يعني، جسديا فسيولوجيكالي ما ينفعش. خلاص. فتعمل ايه؟ طبق يوم. بمعنى انا صحيت الظهر النهارده، انا والله يا جماعه بعمل كده، اصل كل فتره برضو خلي بالك، كل فتره بيجي يوم كده وما بقاش قادر اقوم من النوم، خلاص انا مش قايم يعني، مهما مش قايم مش هقوم، فبكمل شويه لحد الظهر ولا حاجه، فخلاص الروتين باظ. ما بعرفش ارجع انام بالليل الساعه 10 ولا حتى 12، بنام بقى 2 3 لو صحيت الظهر دي. ماشي. مش هتيجي خالص. خلاص. لو انت بتنام في اي وقت يعني ما تقولش لحد دي نعمه كبيره من ربنا سبحانه وتعالى. خلاص. بس هتبقى تعبان جدا. يوم ما تنام بقى بعد العشاء لازم 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 تصحى على الفجر، لانك لو نمت العشاء وصحيت الظهر انت ما عملتش حاجه، واخد بالك، فلازم تصحى على الفجر. تمام. بس كده. هقول لك على حاجه احلى بقى، حاجه احلى بكتير جدا. انت بتنام الساعه 3 بالليل، نام 3 واصحى 6، نام 3 واصحى 5، اصحى على درس واخرج. تمام. يعني مش شرط تطبق يوم ونص زي ما قلت لك، لا، نام يا باشا الثلاثه بتاعتك او الاربعه بتاعتك، واصحى الساعه 6 الساعه 7. تمام. زي كده مثلا لما اكون مثلا نومي بايظ، بحب السنتر يجي، بحب يوم السنتر يجي، لان كده كده بصحى يوم السنتر الساعه 6، نمت بقى الفجر، نمت العشاء، نمت الساعه 3، كده كده بصحى الساعه 6. خلاص. فنام متاخر عادي جدا واصحى الساعه 7، اصحى الساعه 6، اصحى على الفجر، واخد بالك، وخليك صاحي. بس كده. ده يا جماعه حل نهائي ان شاء الله وجذري لضبط النوم. وبس كده اهوت. ختاما، انا اكيد بحبكم في الله. جوي. طبعا كلنا حاسين ان في حد بيرش منوم في الجو وعاوز تنام 89 ساعه في اليوم، وللاسف بتكون نعسان برضه عادي. خلينا متفقين ان النوم لما بيزيد عن حده، ايوه برافو عليك، هيقلب ضد، لان كل ساعه نوم زياده عن احتياج جسمك بتبدا تخش بعدها في دوامه الخمول، وما بتبقاش عارف ازاي تقوم ولا حتى تبدا. مبدئيا كده انا عايز اعرفك ان جسمك في اليوم الواحد محتاج من 6 ل 8، ده لو انت ديناصور، من عدد الساعات اليوميه للنوم. لو قل بكتيرك قوي 5، اقل من 5 هتحس ان جسمك تعبان شويه، ولو زاد عن الثمانية هتكسل، ايوه هتبدا تخش في سايكل جديده من النوم، هيبدا يعد عداد جديد من الاول. عشان كده لو عديت 8 ساعات هتحس انك قايم خملان. وخلي كده دايما قاعده في دماغك ان النوم بيجيب نوم، زي الاكل بالظبط، اسال مجرب ولا تسال طبيب، فما بالك بالاثنين. ايه يا دكتور الوقت المناسب للنوم؟ حاول دايما تظبط نومك اللي هو الوقت اللي بعد العشاء لحد الفجر. هتقول لي يا دكتور خليك دقيق، قول لي من الساعه كذا للساعه كذا. بص يا حبيبي الدكتور، عن نفسي والناس اللي شغاله معايا اهو، انا بنام بصلي العشاء واروح مقلوب، اللي هو تقريبا على الساعه 8، على الساعه 8 ونص. انت ممكن يكون عندك درس، خلاص خليها 9 لحد الساعه 2. الوقت ده وقت سهرات، وقت خروج، فلكسات عربيات. انا بنام والدنيا ليل، وبصحى والدنيا ليل، وبلف الدوامه، بس باخد نص ساعه نوم كده من بعد الظهر، وبصحى فايق اكتر، فبحس ان انا لقطان كل حاجه، كل حاجه انا عايشها. يومي طويل. وحاول بعد اذن حضرتك هذا الجهاز اللعين ابعد عنه قبل النوم بساعه او حتى بساعتين كمان. ابعد عن السكرول بتاع ام خالد وام مكه وام ساجده وكل الامهات الحلوه دي كلها. جايه من انهي ضايع ترمي بالا؟ انتوا
مين انا عايزه. هتلاقي نفسك بتصحى وبتنام زي الفل. رابع حاجه، تعالى اما اغششك كده حاجه، لو انت حسيت انك خملان وكسلان وعاوز تنام في نص اليوم، لما تلاقي نفسك خلاص فصلت ومش قادر، مش بسبب قله النوم، بسبب انك عملت مجهود كبير وخلاص فصلت، سقف لك كده اقول لك برافو، عندك في حاجه اسمها قيلوله، دي حاول تخليها بعد الظهر، دي هتسن على النبي صلى الله عليه وسلم، خدها كده 20 دقيقه، مش 20 ساعه، لا 20 دقيقه، افصل وافتح، هتلاقي عندك عملت ريفريش رهيب. عارف وانت بتفتح عينك من القيلوله دي، تلاقي الشيطان بيشدك عشان تنام، قاومه، مجرد انك تفتح عينك وتغسل وشك فوقانها رهيب، حرفيا يوم على اليوم، وبكده ان شاء الله باذن الله القيلوله مش هتقلب غيبه. ارجوك 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 العب رياضه، وبالذات بعد ما تصحى من اليوم. مش شرط تنزل تروح الجيم، مش شرط تنزل تجري في الشارع، اتنطط في المكان بس، المهم تنزل بس نقطه عرق، خلي الدوره الدمويه بتاعتك تمشي، لان ده هيساعدك على الانتاجيه والتركيز والفوقان. بص يا صاحبي، النوم مش عدوك ولكنه سلاح، لو عرفت تستخدمه صح هتعرف تسيطر على نومك ويومك. مفيش حاجه اسمها انا عاوز حاجه تخليني صاحي 48 ساعه، مش حاجه اسمها كده، لبدنك عليك حق، لازم تدي جسمك قسطا من الراحه عشان هو يديك قسطا من الشغل. وتعالى اقول لك حاجه قبل ما انهي الفيديو، اقداركم تؤخذ من افواهكم، فان دعوت الله بالنجاح ستنجح، وان دعوته بالتيسير سييسر لك امورك كلها، كما ان الله لم يلهمك الدعاء بشيء لا يريده لك بل يلهمك، لانه يريدك ان تاخذ ما تتمنى باذنه فقط، فتفاءل بالخير تجده ان شاء الله. وزي ما بنبدا ببسم الله لا ننهي الا بذكر الله. واخيرا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. And as always, be healthy and be safe. السلام عليكم.